السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض السويس رول فانيليا بطريقة سهلة وبسيطة جدا، والنتيجة زي ما انتم شايفين كده. الكيك هش واسفنجي وخفيف خالص، والطعم أحلى من الجاهز بكتير. وحتى لو انتي مش شاطرة في التزيين زي كده هتعمليه وهيطلع طعمه رهيب وهينبهروا كلهم منه. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على أشرف خلق الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف الطريقة بتاعتنا على طول. بسم الله. أول حاجة أنا معايا 4 حبات من البيض بدرجة حرارة المكان، 4 بيضات بدرجة حرارة المكان، عليهم كيسين من الفانيليا سايلة أو بودر، اللي موجود عندك اشتغلي بيه، بس أنا بحب البودر أكتر. وبعدين هضرب البيض مع الفانيليا كويس قوي. حابة تضيفي معلقة من الخل في المرحلة دي عشان زفرة البيض ضيفيها، مش حابة وتستغني عنها زي ما انا عملت، مفيش اي مشكلة. انا معايا هنا نص كيلو من دقيق الاسبونج الجاهز، نص كيلو من دقيق الاسبونج فيه كل حاجة، البيكنج باودر والنشا وكل حاجة، وان شاء الله بعمل لكم الاسبونج البيتي. ومعايا نص كوباية من المية الساقعة، نص كوباية من المية الساقعة. وبعدين هضربهم بقى كده كويس جدا جدا مع بعض. لازم الخليط يهيش معايا كده ويبيض ويبقى عامل زي الكريم شانتيه، هو ده القوام المظبوط للسبونج. طيب هحصل على القوام السبونجي ده ازاي؟ هضيف معلقة كبيرة من محسن الجل، هضيف معلقة كبيرة من محسن الجل، بيجاب من عند العطار او مستلزمات الحلويات. معلقة كبيرة كده مليانة من محسن الجل، اهو هو ده شكله، سواء اللي في اكياس اللي هو بونو ده او العادي. باذن الله زي ما قلت لكم اعمل لكم الاسبونج البيتي ده او ده، الاتنين النتائج بتاعتهم فظيعه. يبقى 4 بيضات، نص كيلو دقيق اسبونج، نص كوبايه من الميه الساقعه، ومعلقه كبيره من محسن الجل، ونقدر نستغنى عنها في دقيق الاسبونج على فكره. تمام. طيب نص كوبايه الميه الساقعه بضيف ربع في الاول وربع اثناء الضرب. تمام. انا معايا صاج كبير زي ما انتم شايفين كده، هحط فيه مسحه بسيطه من الزيت. واهم حاجة يكون متوفر عندنا ورق زبدة، ورق الزبدة مهم جدا جدا في الاسبونج. خلاص، انا معايا ورق زبدة كده هقطعه على حجم الصاج، وبعدين هبدأ ان انا احطه. طبعا ورق الزبدة دلوقتي جودته ما عادتش حلوة، يعني تحس ان هو بقى ورق كراسة كده، لو استخدمتي ورق كشكول الرسم كده هيديكي نفس النتيجة، فعشان كده لازم ندهن دهنة بسيطة من الزيت. تمام زي ما انتم شايفين كده تحته يبقى زي الفل. وبرضو نحط ورق زبدة من على الأطراف كده، وطبعا مسحة زيت فوق عشان نتأكد ان الكيك مش هيلزق. طبعا نضيف خليط الكيك زي ما انتم شايفين، السمك بتاعه بيكون مش تخين قوي عشان دوت سويس رول. وبعدين هوزعه واخبطه كام خبطة كده عشان اساوي الوش بتاعه، وبعدين ابدأ ان انا ادخله الفرن. التسوية بتاعت كيكة الاسبونج بتاخد 10 دقايق في الفرن، من 10 دقايق لربع ساعة على اهدى درجة حرارة، والفرن يكون ساخن قبلها، يعني بدرجة حرارة متوسطة، يعني الفرن ما يكونش ساخن قوي، يكون درجة حرارته متوسطة. ابدأ احط الكيك على اهدى درجة حرارة واسيبه لمدة 10 دقايق، مش اكتر من كده، دي الاسبونج مش بياخد اي وقت. وبعدين نطلعه على طول. بس اهم حاجة نلفه بالشكل ده وهو لسه سخن، ما تخافيش مش هيتكسر ولا اي حاجه، لفيه كويس. وابداي ان انتي تغطيه كده بورق الزبده واركنيه على جنب لحد ما يبرد، يعني 10 دقايق كده على ما تحضري الكريم شانتيه. تمام. بس اهم حاجه ما يقعدش كتير في الفرن علشان ما ينشفش، واول ما يخرج نلفه وهو سخن، عشان لو سيبناه يبرد هيتكسر معانا واحنا بنلفه. معايا دلوقتي بقى الكريم شانتيه، كيسين من الكريم شانتيه المحلى. حابه تستخدمي خام مفيش اي مشكله خالص، بس هتضيفي عليه سكر بودره، لكن دوت متضاف عليه السكر البودره فبحطه بس. يبقى كيسين من الكريم شانتيه المحلى، هحط عليه نص كوبايه من الميه الساقعه المثلجه، خلاص يكون فيها تلج كده. اضربها كويس جدا جدا الكريمه لحد ما قوامها يتقل معايا. من نص كوبايه ميه لكوبايه ميه بضيف الميه شويه بشويه كده لحد ما القوام يظبط معايا. الخطوة دي بقى اختياري، حابة ان انتي تقشري السبونج كده، حابة تقشري الكيكة مفيش اي مشكلة اعمليها، مش حابة تقشريها عادي جدا، بس انا بقشرها عشان ما تاخدش الكريمة وتطلع. طيب دلوقتي بقى حصل معايا حاجة وانا مبسوطة ان هي حصلت، ان الكيكة اتكسرت مني او الكيك اتقطع خلاص، وانا لفاه وكل حاجة مفيش اي مشكلة. طيب
اكتر حاجة بيتعالج فيها كسور الكيك هي السويسترول. اتكسر معايا مفيش اي مشكلة، بلفه عادي خالص وكل حاجة هتتدارى بالكريمة زي ما انتم شايفين كده. هلفه بورق الزبدة تاني بعد ما حطيت الكريمة ووزعتها كويس قوي، وتقدري تستخدمي مربى او اي حاجة انت حباها. وبعدين هبدأ ان انا احط السويسرول في قلب الفريزر، بس اقفله كويس قوي قوي والاطراف بتاعته والاحراف عشان ما ينشفش. وبعدين احطه بقى في الفريزر لمدة ساعة واحدة. حابة تحطيه اكتر من كده مفيش اي مشكلة، بس بلاش تبيتيه، يعني اقصى حاجة يكون من ساعتين ل3 في الفريزر، يكون بس مسك نفسه، الكريمة مسكت نفسها فيه كده. وبعدين ابدأ ان انا اطلعه وابدأ ان انا بقى ايه اجلسه بالكريمة كده. اجيب بقى الكريمة وابدأ ان انا اغلفه كله بالكريمة. خلاص. حابين بقى ان انتوا تجيبوا شوية بسكوت كده سادة، تكسروهم وتحطوا عليهم نقطة زيت، وتبدأوا ان انتوا ترشوها على السويسرول كده، هيدي شكل كأنك حاطة بسكوت لوتس. حابة تحطي كريز، حابة تحطي اي حاجة بسكوت، اي حاجة انت حباها حطيها. حابة تسيبيه بس كده مفيش اي مشكلة. حابة تحطي فراولتين كده جميل قوي، بس انا حابة شكله سادة كده من غير اي اضافات. وكان عندي صوص شوكولاتة، كل ما بقطع واحدة بجيب الصوص وببدأ ان انا احط عليه من فوق بس كده. خلاص. التزيين ده يرجع لكم، وحابه تسيبيه كده عادي خالص مفيش اي مشكله. شايفين الكيك هشش ازاي وحلو جدا، والكيك اسفنجيه وسبونج تحفه. جربوها بنفس الطريقه دي وباذن الله تعجبكم. وباذن الله عشان اللي مش متوفر عنده دي السبونج، هنزل لكم قريب جدا جدا بسويس رول بالسبونج البيتي بطريقه ولا اسهل من كده ولا اطعم من كده. الكيك خفيف هش فاتح تحفه، وريحته جميله جدا جدا زي الجاهز بالظبط. جربوه باذن الله يعجبكم. وبس كده حبايبي، الفيديو بتاعنا خلاص خلص. يا رب يكون عجبكم وطريقه تكون سهله وبسيطه وكلكم تنفذوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها. واسيبكم في رعايه الله واشوفكم على خير الفيديوهات الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. منتظراكم تجربوه وتكتبوا لي رايكم في التعليقات. السلام عليكم.